السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سراج منير من قناة سمارت وورلد اي كيو. اليوم شرحنا نتعرف على برنامج فونت للكتابة على الصور. يدعم اللغة العربية بخط واحد فقط، ودعم اللغة الإنجليزية بعدد من الخطوط. للتعرف على البرنامج نذهب إلى قناة البرنامج. هذه قناة البرنامج كما تلاحظون. تظهر لدينا الشاشة الرئيسية. نضغط على الخيار الصورة ونختار صورة من الفوتو ألبوم، أو نختار أي صورة نحتاج الكتابة عليها. فمثلا هذه الصورة نقر هنا نقرتين مزدوجتين سمارت. طبعا عند كتابة الصورة تظهر لنا 6 خيارات، هي أول وحدة التكست لتعديل النص وإضافة بعض الخيارات المهمة مثل السيمبل، بعض الرموز وغيرها من الخيارات. نقرأ على دون. الخيار الثاني هو الفونت تعديل الخط. الخيار الثالث هو الستايل. يظل عند فتح الستايل يظهر لنا خيارين، هي الكولر والستايل. نذهب إلى الكولر تعالى 3 خيارات. الخيار الأول هو التكست لإضافة لون النص، مثلا أي لون نحتاجه. هذا التغيير يعني بعض الخامات المهمة. الخيار الثاني هو إضافة تظليل خفيف فوق النص أو يحيط بالنص. الخيار الثالث هو الباك جراوند، إضافة باك جراوند للنص. يمكن إخفائها وطريقة التحكم بشفافية الباك جراوند. توجد بعض الخيارات، هذه للتحكم بعرض الباك جراوند، وهذه للتحكم بارتفاع الباك جراوند، وهذه للتحكم بشكل الباك جراوند. نذهب إلى الستايل. هذه لتطبيق النص وإضافة بعض المؤثرات الأخرى. ونذهب إلى الأخرى إضافة نص أسفل تحت نص. ونذهب إلى هذه لإضافة خط أو خطين تحت النص. وهنا في بعض الخيارات المهمة ولدان. طبعا كما تلاحظون الكتابة كبيرة. نقل على خيار السايز لتصغير النص. تلاحظون هذا النص صغير. هنا لتدوير النص، وهنا حركة النص. لحفظ الصورة نذهب على هذا الخيار ولنحفظها في الجهاز، أو مشاركة في الإيميل أو فيسبوك أو تويتر أو انستغرام وتطبيقات أخرى نستعرضها. وهي هذه يعني الآن تطبيقات أخرى تستطيع تحفظها. نقرأ على حفظها في جهازك. الحفظ تم بنجاح. راح أشغل الألبوم. تلاحظها هذه. كان معكم عشان تقديم سرعة من قناة سمارت وورلد اي كيو. لا تنسون اللايك والفيفورت والسبسكرايب إذا عجبكم الفيديو طبعا. وتحبون تنزلون صفحتنا على الفيسبوك، facebook.com/smartworldiq. وقناتنا على اليوتيوب youtube.com/smartworldiq. كان معكم عشان تقديم سرعة من قناة سمارت وورلد اي كيو.